السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي الافاضل دكاترتي الاعزاء. فيديو مهم جدا جدا جدا. ازاي اعرف انظم وقتي؟ يعني ازاي انا لسه في اول السنه اعرف انظم وقتي؟ انا بقعد اذاكر كتير، بقعد اذاكر بالساعات، وفي الاخر ما بلاقيش اي محصله اللي انا ذاكرته وبحس ان انا ما عملتش اي حاجه. برضه بروح دروس مش عارف انظم وقتي، باجي تعبان ومش عارف اذاكر ومش عارف اخصص وقت للمذاكره، ولما بخصص وقت للمذاكره بحس ان انا مش قادر اذاكر. كل الحاجات دي ان شاء الله هجاوبك عليها في الفيديو بتاع النهارده، وهقول لك الروتين اللي انا مشيت بيه واللي انا قلته لدفعه 2026 قبل كده، واللي انا هقوله لك واللي انا دايما هقوله، اللي هو يعتبر احسن روتين انا جربته، احسن روتين انا مشيت عليه حرفيا، لان انا جربت حاجات كتير جدا جدا جدا، ضيعت وقت كتير جدا. فانا طبعا مش عايزك تضيع وقت، وعايزك تاخد تجربتي جاهزه على طول وتمشي بيها. فيلا بينا بقى، وبلاش رغي كتير. طبعا لو مش مشترك في القناه اشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من الطلاب. لو مش في جروب التليجرام بتاعنا الحق نفسك، لان انت حرفيا في مصيبه. هتخش جروب التليجرام ازاي؟ خش على القناه، هتلاقي فوق كلمه الاشتراك كده بعض الروابط، هتخش على الروابط ديت هتلاقي فيها جروب التليجرام ورقم التيم بتاعنا وكل الحاجات دي. بدايه كده حل ازاي مشكله ان انا حاسس ان انا بضيع وقت، وحاسس ان انا اقعد مثلا اذاكر 5-6 ساعات، وحاسس ان انا ما عملتش اي حاجه. قعدت كاني ما قعدتش، ما فيش اي محصله، ما فيش اي نتائج، وبلاقي نفسي مذاكر حتى مذاكره نص نص كروته كده، ما ذاكرتش حتى باتقان. اقول لك عشان انت ماشي عشوائي، واللي بيمشي عشوائي ما بيوصلش لاي حاجه. لازم تحدد انت هتذاكر ايه، ولازم يكون معاك تو دو ليست. ايه اللي تو دو ليست؟ اهي ديت زي ديت او ديت. بص، كل دول انا ما اقدرش استغنى عنهم حتى في الكليه. طبعا انا ما عملتش الموضوع ده غير في ثالثه ثانوي، وانا في ثالثه ثانوي، وانا حاليا داخل ثانيه جامعه ولسه ماشي بالحاجات دي. طبعا الحاجات دي بتنظم المذاكره يعني مليون في الميه. الحاجات دي بتنظم المذاكره مليون في الميه. بتعمل ايه؟ هي عباره عن حته كراسه صغيره، اي حاجه، اي كراسه صغيره او اي حاجه بتكتب فيها انت هتذاكر ايه. يعني بتكتب فيها المهام بتاعتك وبتعلم جنب المهام بتاعتك. فبتجيبها كده وبتقول والله انا هذاكر في الكيمياء كذا، في الفيزياء كذا، في الاحياء كذا. تبدا تعمل جنبهم مربعات كده، بحيث ان انت لما تخلصهم بتعمل جنبهم علامه صح كده اللي انت خلصت الحاجه دي. فبتعرف انت ذاكرت ايه وخلصت ايه، وبتعرف ان انت تنظم وقتك، ما بتبداش عشوائي كده وخلاص. تمام. وقت المذاكره بقى، انا دلوقتي معايا دروس. تمام. وقت المذاكره بتاعي لازم اكون احدد وقت مذاكره ليا معين، ده اللي انا ذاكر فيه كل يوم. وانسب وقت واحسن وقت طبعا انت عارفه بعد الفجر. تصلي الفجر او تصحى قبل الفجر زي ما انا كنت بعمل، تصلي مثلا ركعتين قيام، تدعي زي ما انت عايز طبعا، وتصلي الفجر في جماعه، وتبدا بقى مذاكره. لو هتذاكر حتى يعني ساعتين بعد الفجر وتنام تاني. انت طبعا لسه في اول السنه، لسه ما عندكش يعني ضغط اللي هو ان انت تقعد تذاكر بقى 5 6 7 8 ساعات والحاجات دي كلها. وطبعا دي حاجه مهمه انا كنت هقول عليها، ما تخليش الحماس ياخدك ان انت تخلص السنه كلها في اول شهر. ما تخليش الحماس ياخدك، لان حرفيا لو بدات بحماس عالي جدا يعني مش هتكمل عليه اكتر من شهرين، وهتلاقي نفسك ما بتذاكرش خالص. اللي هو مش الحماس قال لا، ده انت ما بتذاكرش خالص. فاحنا تجنبا للموضوع هنبدا عادي بنذاكر اللي علينا بس. اللي انا خدته والله خدت درس درسين بذاكرهم بس، مش اكتر ولا اقل. مش بقعد بقى انا اتصفح في المنهج واذاكر انا من نفسي واشرح لنفسي والكلام ده كله. المهم انا حددت وقت، والله انا هبدا اذاكر بعد الفجر. لازم تحدد وقت للنوم، وقت للصحيان، يعني تبدا ماشي بيه، يعني تفضل ماشي بيه طول السنه، تفضل ماشي بيه طول السنه. حتى بقى في ضغط زاد ضغط ما زادش اي حاجه، انت طبعا لسه في اول سنه، فاوعى تنام اقل من 6 ساعات او اقل من 8 ساعات. ما تنامش اقل من 8 ساعات. ظبط ميعاد للصحيان وميعاد للنوم وامشي عليه، افضل ماشي عليه. والله انا هنام من الساعه كذا لعند الساعه كذا، تفضل ماشي عليه. تخليش بقى اي حاجه تحصل ايا كان تبوظ لك روتينك وتشقلب لك ميعاد نومك، تبدا ان انت بقى تنام طول النهار وتصحى طول الليل والموضوع ده كله، لان حرفيا صدقني ده اكبر مضيعه للوقت واكتر حاجه هتضيع لك وقتك. طب تمام، كويس جدا. الدنيا بدات توضح اهو، بدات ان انا اذاكر بطريقه منظمه واذاكر في وقت منظم وفي وقت معين انا بقدر ان انا انتج فيه. بعدين والله بعد كده غلطه ناس كتير جدا بتعملها، ان انت بتذاكر بعدد الساعات. ما تذاكرش خالص بعدد الساعات، ولكن ذاكر بالمهام. يعني ما تقولش مثلا لا ده انا هذاكر النهارده 3 ساعات، ال3 ساعات دول بقى لحقت اخلص يوم اللي عليا، ما لحقتش اخلص يوم اللي عليا، ما عملتش فيهم اي حاجه، المهم ان ال3 ساعات بتوعي عدوا خلاص بقى انا بلعب طول اليوم. ده غلط جدا جدا جدا. ذاكر بالمهام. والله انا عليا درسين احياء هذاكرهم، ياخدوا مني ساعه ساعتين 3 لازم اخلصهم. دول المهام اللي عليا، بقسم المهام اللي عليا كده. فطبعا انت كده هتبقى بص ماشي منظم جدا، وهتلاقي ان الوقت معاك، الوقت اللي انت بتقعده حرفيا انت الوقت ده استفدت بيه بكل دقيقه، يعني ما ضيعتش منه اي حاجه. وحاجه مهمه طبعا المشتتات، تليفونك وانت بتذاكر ما تخلوش جنبك. لو بتذاكر عليه اعمل اي مود يخلي لك، يعني ما تجيلكش اي اشعارات اي حاجه تطلعك من مود المذاكره. لما انت تخش في مود المذاكره مش
عايزك تطلع من مود المذاكره، سواء بقى باي اشعارات، تعمل اي حاجه، تبص تكلم حد، تعمل، حاول ان انت تخلي التليفون مقفول، حاول ان انت تخلي التليفون بره الاوضه اصلا، بحيث ان انت هتذاكر 3 ساعات، فانا عايز استفاد بالثلاث ساعات بتوعي دول، مش عايز اضيع منهم اي حاجه خالص. كده هقول لك اهم 3 حاجات انت لو جربتهم انت بنفسك هتقول والله دول فرقوا معايا جدا جدا جدا. بديت بذاكر، بستفيد بعدد الساعات، ما بضيعش اي وقت، عارف انظم دنيتي، عارف اظبط كل حاجه. جربهم وقول لي طبعا في الكومنتات. كده يا شباب لو عندك اي مشكله ايا كانت اكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله نحاول ان احنا نعمل لك عنها فيديو ونشوف لك حل ليها طبعا. ولو مش مشترك في القناه مش محتاج اقول لك طبعا ان انت تشترك، يعني مش محتاج، دي حاجه بديهيه، دي حاجه طبيعيه ان انت تشترك في القناه ديت. طبعا لو ما شفتش اول محاضره احياء اللي انا نزلناها امبارح لازم تجري تشوفها، المحاضره خربت الدنيا خالص. انا شارح لك شرح مبسط جدا جدا، رابط لك المعلومات الصعبه والمعلومات اللي الناس كلها بتنساها بحاجات تانية، بحيث ان انت ما تنساهاش خالص وتعرف تسترجعها. وطبعا نزلت لك عليها كويز في جروب التليجرام بتاعنا، لو ما سمعتش المحاضره اسمعها وخش على الجروب بتاع التليجرام، هتلاقي الكويز بتاعك ان شاء الله اللي احنا نزلناه على المحاضره، حله واستنى المحاضره الجايه ان شاء الله.